السلام عليكم، ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا بلو بيف. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا. سمي الله ونقول المقادير. مع نص كيلو لحمه، قطعه من دهن او البوش بيجيبها من عند الجزار. معنا نص كوبايه ميه، بصله صغيره، معلقه توم صغيره، معلقه جيلاتين، والبهارات ملح وفلفل، وقطعه بنجر صغيره هناخد منها قطعه صغيره قوي. هنروح بقى على النار، هنحط اللحمه مع البوش عشان يغلوا. هنطحن، هناخد نص كوبايه الميه مع البصله الصغيره ومعلقه الثوم وقطعه البنجر، ونطحنهم في خلاط كويس جدا، وننزل بهم على اللحمه عشان اللحمه تستوي فيهم. بس المقطع ده احنا صورناه وما طلعش يصور. هنسيبهم بقى يغلوا لغايه ما يستووا مع التقليب باستمرار. طبعا البنجر ده حاطينه عشان يعطي لون البلو بيف ويدي اللون الاحمر الحلو. فضل بقى تستوي، نقلبها باستمرار لغايه ما وصلت للمرحله دي. كده اللحمه استوت. هنسيبها تبرد خالص، وبعدين كده ناخدها على الكبه. هننزل باللحمه وننزل عليها معلقه الجيلاتين دوبها في معلقه الميه، نحطها فوقهم. وطبعا الملح والفلفل، ومكعب مرق، ومعلقه صغيره من بهارات اللحمه. نطحنهم بقى لغايه ما يختلطوا كلهم سوا. لازم يختلطوا تماما. طبعا لون عطيه لون احمر، هو لون البنجر. وصبهم بعد كده في علب او مطاب زي ما انت عايزه. حاجه تاخد شكل الفورمه اللي انت هتصب فيها. انا هنا صبيتهم في علب صغيره. بندخلهم التلاجة من 3 ل4 ساعات، وبعد كده بنخرجهم نقلبهم. يبقى طعمها تحفه جدا. انا مصوره مقطع فيديو، وانا مقطعه ترانشات وقليها بالبيض على القناه، اتفرجوا عليه. بس هنقلب بقى بعد ما خرج من التلاجة بالشكل المتماسك بتاعها حلو جدا، ودرجه اللون بتاعتها حلوه جدا، وطعمها برضو روعه. نقطعها بقى ترانشات ونستعملها ونقلها في البيض وكده. يا رب تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، وتقولوا رايكم في كل حاجه بنعملها لكم. مع السلامه.